أهلا وسهلا بيكم. معاكم رشا سامي من قناتنا الجديدة أنا والنجوم وهواك. في قناتنا هنتكلم عن علم الفلك وتأثيره على الشخصيات والطباع بتاعة الإنسان في النبوءات وفي توقعات حتى من خلال المعطيات اللي موجودة. تمام. مبدئيا ايه هو علم الفلك وبدأ امتى؟ علم الفلك اول ما خط القلم وتعلم علم الفلك هو سيدنا ادريس عليه السلام. سيدنا ادريس من نسل سيدنا شيت ابن سيدنا ادم. تمام. ده من اقدم الانبياء. قيل عن سيدنا ادريس كلام كتير جدا. هو سيدنا ادريس اتعلم 72 لغة. سيدنا ادريس كان عبقري في علم الهندسة وعلم الفلك. وكان هو أول من خيط يعني الملابس وعلم الناس موضوع الخياطة عليه. يعني هو يعني ربنا امتازه بعلوم كتير وذكر في أكتر من آية. تمام. طيب هو قيل عنه كلام كتير. في اللي قال إن نشأته وهو كان عايش في مصر، ونشأته في مصر وهو مصري. وقيل عنه انه هو كان عايش في بابل ثم انتقل لمصر وعاش في مصر. كتير قالوا ان هو الفراعنه يعني الفراعنه قالوا عليه زمان هو اله اوزوريس. يعني ادريس هو اوزوريس علشان هم لغتهم الهيروغليفيه نطق ادريس قالوها اوزوريس. في بعض الناس قالت لا ده هو ابو الهول، تمثال ابو الهول، وجه ابو الهول هو سيدنا ادريس. في الاسرائيليات عند اليهود قالوا ان هو كانوا مسميه اخنوع او اخنون، وهو قالوا عليه يمكن اخناتون، بس اخناتون بنسبة كبيرة مستبعد يكون هو سيدنا ادريس، لان اخناتون كان ملك في عصر متقدم شوية. يعني قيل يعني في الإسرائيليات إن هو كان جاي في عصر سيدنا يوسف. فيعني اختلف فيها الحتة دي. الإسرائيليات بقى بصراحة فيها كلام كتير يعني. بس أنا ممكن برضو أقول إن إحنا خلينا في الأساسي إن ده لا يعلمه إلا الله يعني. تمام. المهم إن هو سيدنا إدريس يعني من المعلومات المؤكدة إن هو عاش في مصر، سواء هو نشأته كانت في مصر